ماما. جوزك خرج يا حبيبتي؟ ايوه خرج يا ماما. انت مش رايحه الشغل خلاص؟ شويه كده وبعدين هقوم البس واروح. طب خلاص يا حبيبتي اجراءات الاستقاله بسرعه علشان جوزك ما يتضايقش. حاضر يا ماما حاضر. ماما. في ايه يا حبيبتي؟ فاكره يا ماما لما اديتيني الكليه بتاعتك؟ وايه اللي فكرك دلوقتي يا حبيبتي؟ انا عمري ما نسيت الحكايه دي لحظه واحده. كل ما ببص في وشك يا ماما بحسد نفسي. معقول كل الحنان والحب ده من ام ليا انا؟ يا بنتي كل ام بتحب بنتها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحب والحنان في الام من لحظه الولاده. من لحظه الولاده؟ ما هو بيقولوا ان اللبن في صدر الام بيظهر في نفس اللحظه مع الحب والحنان ده، يعني ينبوع لبن وينبوع حب وحنان. نسيت اسالك يا ماما، انتي رضعتيني؟ افندم؟ رضعت من حضرتك ولا رضعت صناعي؟ صناعي؟ صناعي ايه؟ لا يا حبيبتي، انا اصريت على الرضاعة الطبيعي بتاعت ربنا. علشان كده. حبيبتي نعم. ايه مناسبة الكلام ده كله؟ هم؟ تكونيش حامل؟ ماما انا اتاخرت على شغلي. طيب يا حبيبتي. ما حاولتيش تعرفي في ايه؟ مشغولة ليه؟ مهمة بايه؟ انا متهيألي لا مشغولة ولا مهمومة. امال هيكون في ايه بس؟ دي حامل. يا الحامل تبقى في الحالة دي؟ احيانا يا دكتور. هو انا هقولك انت سيد العارفين. هو صحيح الست الحامل في الشهور الاولانية تبقى عصبية ومش طايقة اللي حواليها، لكن تفتكر ان الحالة اللي فيها وفاء دلوقتي ينطبق عليها الوصف ده؟ بالظبط. دي حتى سألتني أسئلة عن الأمومة والرضاعة والحاجات دي كلها. طب لو كان كده ليه ما بتقوليش؟ ما هي يمكن مستنية لما تتأكد. بالعكس تقول لنا عشان نفرح معاها. يا رب يا رب يكون كلامي مظبوط يا دكتور. مش عارف، يمكن. ضروري. أمال هيكون في إيه تاني؟ تعالى يا عتريس. حاجة يا عم محمود. حضرة الضابط وفاء عايزاك. حاضر. قوم يا اخويا قوم، ما هي دي اللي جابت لنا الكافيه. انا تحت امر حضرتك. لما اختك الصغيره تاهت يا عتريس دورتوا عليها؟ دورنا عليها فين؟ هو اللي بيروح بيرجع، ومع ذلك اخواتي داخوا عليها وما لقيناهاش. غريبه. ايه اللي شغل حضرتك؟ لا مفيش حاجه. طب حضرتك عايزه حاجه تاني؟ لا ابدا. ارجع الحجز؟ ايوه ترجع الحجز. يا محمود يا فندم. اسحبني على الحجز يا محمود. اسحبه يا فندم. ايوه. ما انا قلت لك يا محمود. عم عارف. افندم استان. انت شفت والدي؟ طبعا استان. كان راجل طيب قوي. مات وانا صغيره قوي. ها يا استهانم. في حاجه؟ لا ابدا، بس مش عارفه ليه هف عليا.